الصالح العام هو الاستاد القومي. اللي عنده كلام غير كده يقول. الصالح العام هو الاستاد بورسعيد، واللي خايف على الصالح العام هيقول الاول استاد بورسعيد. خايف على مصلحته الشخصيه هيقول انا عايز كذا، انا هحرق كل واحد. دي تفاصيل محدش عارفها. اللي هيطلع يقول انا فين حاجتي يبقى خايف على مصلحته، مش خايف على مصلحه شعب بورسعيد. هيطلع يقول انا عايز الارض دي او عايز المكان ده او عايز النادي ده او عايز الصاله دي، يطلع كده في الاعلام ويقول. لا، الصالح العام اهل بورسعيد، زي ما سياده النواب موجودين معانا وزي ما سياده النواب مع سياده المحافظ. احنا عايزين الحاجه اللي عايز اكد عليها ان احنا في استاد النادي المصري اللي بيحصل دلوقتي اسمه اعجاز. احنا بنشوف الانشاءات بتتم ازاي. احنا النهارده لو بادئين من شهر 8 تقريبا. بالظبط شهر 3 23. احنا في شهر كام دلوقتي؟ شهر 2 24. والانجاز ده كله تحليل تربه، استحلال تربه، والمنظر الانشاء اللي انا شفته دلوقتي وصلنا في عرض السيد الرئيس لانشاء الاستاد في نفس مكانه. برضه حضرتك ممكن لازم نفكر بعض. الاستاد ده احنا من 2019 ظهر موضوع البطوله الافريقيه. بورسعيد كانت دايما بتستضيف او احد المحافظات اللي بيكون فيها مجموعه من المجموعات. ويمكن الفقره معالي الوزير لما حصل ربط الاستاد النادي المصري. سبق هذه الزيارات اكثر من زياره معالي الوزير. الاستاذ المحافظ بيتابع يوميا. ايضا رئيس مجلس الوزراء كان موجود هنا على ارض بورسعيد وبيتابع المشروع ده. ده مشروع تاريخي